مدحت عبد الهادي، جيل ايضا جيل التسعينات وبدايه الالفين الجديده، والجهاز الفني لنادي الزمالك بالكامل بقياده احمد حسام ميدو، عبد الحليم علي ومحمد صلاح، مدحت عبد الهادي، ايمن طاهر، سيد متولي، احمد زاهر، منتصر السيد، ايمن فريد، عمرو المطراوي، محمد السيد، وعلي حسونه. كل دي مجموعه اشتغلت مع نادي الزمالك هذا العام. اذا اللقب جديد جدا في ظل قياده المستشار مرتضى منصور، صاحب الفترة الثالثة في تاريخ نادي الزمالك، بعد أول فترة كان تولى فيها عام 96 عضو مجلس الإدارة حتى 97، بعد كده 97 2001 عضو لمجلس الإدارة، ثم 2001 بعد كده نائب رئيس، ثم تولي في هذه المهمة والحصول على لقب الكأس. أحمد حسام ميدو اللي كان هناك أقاويل كثيرة عن ضغوط داخل الجهاز الفني، أحمد حسام ميدو الحقيقه اتغير جدا، المنتاليتي العقليه بتاعت حسام اشتغل بيها بشكل كبير. الحقيقه من الاولاد المهذبين جدا اللي انا شخصيا اتمنى وواثق ان الحقيقه في فرصه كبيره يكون مدرب من المدربين المصريين كويسين، انما لابد ايضا يشتغل علميا عليه بقى، يشتغل على نفسه علميا. طبعا هو عنده قدرات تعليميه ممتازه وعنده خبرات كبيره احمد حسام ميدو. اذا هذه الكاس هي كاس نادي الزمالك، الزمالك بطل كاس مصر 2013 2014 في لقطه كرنفاليه جميله، في سهرة كروية مصرية جميلة، وفي فرحة وفي انتظار وفي تأهب لصورة تذكارية تاريخية تضاف إلى جدران نادي الزمالك. القلعة البيضاء هي البطل، نادي الزمالك هو البطل، نادي الزمالك هو اللي هيتسلم كأس البطولة. إذن البطولة والقلعة البيضاء هي صاحبة الكأس، ولقاء السوبر هيكون لقاء يجمع الأهلي أمام الزمالك. كنا توقعناها في كأس مصر، وأيضا شكر كبير لنادي وادي دجلة، شكر كبير جدا لنادي سموحة وإدارته، وأيضا شكر للنادي الأهلي وإدارته على القيمة الكبيرة هذا الموسم. الكل اشتغل في ظروف صعبة. أدي حمادة صدقي مدرب الأكيد طبعا هو الآخر موجود ضمن أحد المدربين العظام المصريين اللي عمل حالة جميلة جدا وفر له فيها إمكانيات كويسة، فرج عامر. وبعد كده بالتالي المال فقط ما يقدرش يصنع فريق كبير، لازم يكون هناك فكر كبير كروي كبير. إذا لحظات تاريخية، لحظات أخيرة هنا في هذا المساء، لحظات تاريخية هنا في هذه الليلة لنادي الزمالك. كبير اليوران يحضر عن نيابة عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضر أيضا خالد عبد العزيز وزير الرياضة، ويحضر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأيضا السيد المهندس فرج عامر، الاسم اللي أصبح الآن رنان ليس فقط في اسكندرية مصر العظيمة. هنا لحظات الكاس، عبد الواحد السيد، هل ممكن الموسم القادم يكون موجود؟ عبد الواحد السيد، لحظات الابتسامة، لحظات الفرح، لحظات الانطلاقة. سلام مربع لنادي الزمالك، سلام مربع للزملكاوية هنا في ملعب 30 يونيو، ملعب 30 يونيو. الاحتفال ان شاء الله هيكون بعد عدة ايام قليلة للدفاع الجوي السلاح المصري العظيم صاحب ال 116 طيارة تاريخيا، بنبارك لهم على عيدهم ان شاء الله اللي بعد عدة ايام. اجمل واحلى التحايا لكل الزملاء طارق الحمادي